والامور اللي تحتاج الانسان يتعلمها بالحياه. نعم. مثلا نجي على الصفات اللي هو جاء بها. قال الله سبحانه وتعالى: وانك لعلى خلق عظيم. نعم. هو جاء ليتمم مكارم الاخلاق. الاخلاق هو اهم شيء للانسان. نعم. يبين انه الانسان من عنده اخلاق، صفات حميده، يبدي بامور الحياه انه هذا الشخص زين. دائما واحد يتعلم من عندهم الصفات الحميده اللي تكون بالحياه، انسان يكون يعامل الناس بها بالمقابل، يحترم الناس، يعاملهم اثناء العمل، اثناء الامور الدنيويه، اي شكل من الاشكال. الحمد لله احنا الاسلام دين المحبه والتسامح، ويعني هاي الصفات كلها يعني موجوده بالاسلام. فمع هذا الانسان دائما يكون يقتدي بالاكبر من عنده، سواء الاب، النبي،